انا عايزين اذاكر في رمضان؟ مستحيل. انا الصبح بيبقى عندي دروس، برجع مش قادره، فصلانه وخلصانه. بقول هذاكر بعد الفطار، بفطر والحمد لله وبطني بتكون قد كده، فبقول هصلي بعد هذاكر. بقول هذاكر بعد التراويح. بعد التراويح بيبقى فيه كنافه وقطايف ولطايف وحلويات، اكيد مش هسيب كل دوت واروح اذاكر. يعني بلاش هزار يا جماعه لو سمحتم، انا بحب القطايف جدا. وبرجع اقول انتظرونا غدا مع مروة الدحيحة اللي هتكسر الدنيا. يجي بكرة ونفضل على نفس الموال كل يوم، لحد ما قررت وقلت انا هقفل الكتاب ومش هذاكر غير بعد العيد. اغلبنا بيكون الشخصية ديت، ده ان ما كانش كلنا يعني. مش عارف هيذاكر قبل الفطار وهو مش قادر، ولا بعد الفطار. بعد الفطار ايه؟ انا اصلا ما ببقاش قادرة. انا مروة هشام، وتعالوا نشوف المذاكرة في رمضان بطريقة مختلفة. رمضان فيه ميزة يمكن ما اخدتش بالي منها غير لما بدأت ادور على حلول لمشكلة عدت عليا. اصل يعني ايه حضرتك اول اسبوعين مفيش مذاكرة؟ انا عندي امتحانات بعد العيد. عشان كده انا جايه اشارككم الطرق المختلفة والاوقات الغريبة اللي قررت ان انا هذاكر فيها خلال اليوم الرمضاني. وتعالوا اقول لكم الحل اللي اثر معايا جامد وبدات اعتمده بشكل كبير. يا صديقي المشاهد، لو احنا ركزنا شويه فاحنا في رمضان بنكون صايمين، مش بنحتاج ولا نشرب ولا ناكل. وطبعا عدم الاكل اثناء المذاكره بيساعدك على انك تركز في مذاكرتك. يعني مش كل شويه هتقوم اصل هجيب حاجه اكلها، هجيب حاجه اشربها، هعمل لي قهوه. بلس ان الكافيين غلط اصلا ومضر على الجسم. وطبعا هتروح تشوف الروايح اللي طالعه من المطبخ، بس انت صايم فمش هتعرف تاكل حاجه، فمش هتقوم من على المذاكره لاي سبب من الاسباب. بس لسه في سؤال بيلف ويدور في دماغي، انا هذاكر امتى وازاي؟ ودي اكبر مشاكلنا. في رمضان اليوم بيكون متقسم ل5 اجزاء، من الفجر للظهر، ومن صلاه الظهر للعصر، ومن العصر للمغرب، ومن المغرب للتراويح او للعشاء، ومن التراويح لحد الفجر. المشكلة يا صديقي ان انا رمضاني غير رمضانك غير رمضانه، مواعيد دروسي مختلفة عن مواعيد دروسك، فمش هقدر اديك جدول ثابت تمشي عليه. بس انا هديك 3 طرق ممكن تذاكر بيهم، مختلفة على حسب انت بتحب تذاكر امتى او مواعيدك. شوف انت بترجع من التراويح الساعة 10:30 ولا 11، بعد كده اول ما ترجع نام. يعني هتنام على الساعة 11 أو 12، يعني في الحدود ديت. بعد كده تصحى تصلي الفجر، ومن الفجر للظهر هتبدأ تذاكر. يعني لو حسبناها انت كده بتذاكر في حوالي 6 ساعات. بعد كده ممكن تصلي الظهر وتنام، بس تصحى قبل العصر. يعني مثلا تنام في حدود ساعة أو ساعة ونص بالكتير قوي، علشان تعرف تنام أول ما ترجع من التراويح بالليل. ويا صديقي، رمضان مش شهر مذاكرة، رمضان شهر عبادة. فانت عندك من العصر للمغرب تقرأ الورد بتاعك، تقرأ قرآن، فهيبقى عندك وقت فاضي ومش مضغوط فيه. طبعا انا جربت طريقة المذاكرة ديت علشان اديكوا ريفيو عنها. لما صحيت الصبح الدنيا كلها كانت هادية، وما كانش فيه اي نوع من انواع المشتتات. كله كان داخل ينام وانا قايمة صباح الخير يا جماعة انا قايمة اذاكر. بس بصراحة يستحق. عرفت اركز وعملت حاجات كتير قوي وحسيت بالانجاز. فبجد اي حد بيحب يذاكر الصبح او اصلا كان بيصحى بدري وبيذاكر، فوقت بعد الفجر لحد الظهر ده بجد ممتاز جدا للشخص ده. طيب لو انت عندك دروس خلال اليوم، او مش هتعرف تصحى بدري، او عندك تمرين خلال اليوم، فمش هتعرف اللي هو من الفجر للظهر فول تايم 24 ساعة، تعالوا اقول لكم بقى على تاني وقت للمذاكرة. انت هتنام الساعة 2 اخرك 3، وتصحى الساعة 11، يعني كده انت نايم في حوالي 8 ساعات. حلو جدا. هتذاكر من الساعة 12 او من بعد الظهر لحد قبل المغرب بشوية، لحد الساعة 5 مثلا. انت طول الوقت دوت بتذاكر. طبعا انت مش بتذاكر دبش كده، يعني اكيد في بريكات في النص. لو انت بتمشي ببرومودومو تكنيك فدي هتساعدك جدا. طب انا عندي درس الساعة 2 او في خلال اليوم، عادي انت هتذاكر لحد ميعاد الدرس وتروح الدرس وترجع تاني تكمل مذاكرتك. يعني مش هيبقى فيه بريكات في النص، انت مش محتاج توقف علشان تاكل مثلا او تشرب او تعمل اي حاجة. طيب الطريقة دي كنت بذاكر فيها في اول رمضان.
ما كنتش بستريح فيها قوي لان حواليا الدنيا كانت بتبقى يعني بيبقى حواليا في مشتتات كتير، فما ببقاش قادره اركز كل التركيز على المذاكره. بس طبعا يعني ممكن ما تنفعنيش او تناسبني، بس تناسب غيري، فانا بس بقول رايي في التكنيك دي. طيب لو انت شخص بيحب يذاكر بالليل، يعني ما بتحبش تذاكر الصبح او انت صايم، بتفضل انك تذاكر مثلا قبل السحور، عندي ليك طريقة المذاكرة اللي جاية هي دي اللي هتناسبك. بعد ما تفطر وتصلي التراويح وترجع بتبدأ تذاكر. المذاكرة بتبقى مثلا بعد صلاة التراويح مثلا الساعة 12 لحد السحور. شوف انت بتتسحر الساعة 3 او بتتسحر قبل الفجر على طول، بس المذاكرة تبقى لحد صلاة الفجر، تقوم تتسحر وترجع تاني تكمل. كده انت في حدود ذاكرت 5 ساعات. بعد ما تصحى انت محتاج تذاكر كمان من ساعتين ل3 ساعات، فانت هتذاكر من الظهر للعصر. طبعا مش كله دبش، مش كله اقعد على الكتاب خلص قطع الورق، لا انت طبعا بتاخد بريكس في النص. حاول تمشي مثلا اللي هو 25 دقيقة 10 دقايق راحة وهكذا، او شوف ايه طريقتك المفضلة في المذاكرة. عن نفسي بعد الفطار بحس اني اللي هو بفعل مود باتري سيفر، ومبقدرش اعمل اي نوع من انواع المذاكرة. لو انا حاجة اقعد على الكتاب مش هعرف اذاكر اصلا. بحس اللي هو انا بضيع وقت، انا عماله اقرا كلام واسمع حاجات واسمع محاضرات وسيشنز، بس انا دماغي في حته تانية خالص. برضو حابه اقول لكم حاجه انا مش عارفه ليه نسيت اقولها في اول الفيديو، بس رمضان يعني بيقسم لك اليوم، وكل ما اليوم بيكون متقسم كل ما بتعرف تنجز اكتر. يعني انت عارف يعني وقتك تقدر تتحكم بيه اكتر من اليوم اللي هو مش متقسم، او انت ما عندكش فيه دروس وانت بتصحى في اي وقت انت عايزه وبتنام في اي وقت انت عايزه. فرمضان بيساعدك على التركيز وتنظيم الوقت اكتر، بس انت اللي كسول، مش انت بس. ودايما الحاجة اللي بتجيب نتيجة الكل بيبقى عايز يعملها او يوصل لها، بس للأسف هي بتكون صعبة او تقيلة. عشان كده لازم دايما تخلي في دماغك مقولة مهمة جدا: اعمل اللي محدش عمله علشان توصل للي محدش وصله. اتمنى اكون قدمت كل الاستفادة اللي تقدر تساعدكم او تنقذكم فيما تبقى اخر 10 ايام في رمضان. بس يعني على ما انا عديت بالمشكلة وحسيت بيها فقدرت اعمل الفيديو دوت. واكتبوا لي تحت في الكومنتس انتوا تستخدموا انهي طريقة، ولا هتمشوا بكل يوم طريقة وتجربوهم. وما تنساش تبعت الفيديو لصديقك اللي غرقان في مسلسلات رمضان عشان تنقذه في اخر ما تبقى في هذه الايام المفترجة من الشهر المبارك. وبس كده، تشيس.